الو. ايه يا يوسف؟ انا خلاص قررت هخش اذاعه وتلفزيون. ايه؟ صحافه؟ صحافه ايه يا ابني؟ هي ناقصه مرمطه. بص يا ابني، الصحفي سهل يبقى مذيع، انما المذيع عمره ما يكون صحفي. يا عم خش علاقات عامه واعلام. احنا في زمن التسويق والاعلانات، ولا انت نسيت HR OR BR؟ احنا في زمن الجرافيك ديزاينر والدولارات، ولا انت عاوز تقعد في البيت بعد ما تتخرج ولا ايه؟ كات. هايل. يلا يا نجم بسرعة المشهد اللي بعده، يلا ملناش وقت. مش عارف تتخصص ايه؟ محتار انهي قسم افضل؟ خايف تاخد قرار وتطلع اتسرعت؟ طب انهي قسم افضل لسوق العمل؟ متوتر وقلقان وحاسس انك ممكن تاخد قرار تندم عليه؟ ولا يشغلك اي حاجة من الكلام ده كله؟ انا هاخدك دلوقتي في قعدة نتكلم انا وانت سوا. فانا محتاج منك تعمل كوباية شاي او كوباية قهوة بس بسرعة قبل الفجر، عشان ده وقت سحور. وهنقعد انا وانت ومش هتخرج من الفيديو ده او الحلقة دي غير لما تكون ان شاء الله راسم اهدافك، محدد اولوياتك، وتقدر كمان تاخد القرار الانسب ليك انك هتخش انهي قسم. دولار محفظة. قبل ما تختار القسم لازم تقعد مع نفسك بالورقة والقلم وتسأل نفسك حبة أسئلة. أنت مين؟ بتحب إيه؟ عاوز تطلع إيه؟ والسؤال الأهم، بتعرف تعمل ايه؟ لان بعد الاسئله دي هيبقى عندنا شويه نقط مهمه جدا نقدر نحددها، بناء عليها هنمشي ونختار القسم المناسب ليك. انا هقول حاجه دلوقتي وهي انك هتتخصص يا في سنه تانية يا في سنه تالتة، والكلام ده لاي حد في كليه اعلام مش كليه الاعلام جامعه القاهره، والموضوع بيفرق على حسب اللائحه او النظام اللي بتتبعه الجامعه اللي انت فيها. يعني مثلا اعلام القاهره لحد السنه اللي فاتت كانت الطلاب بتتخصص من سنه تانية وكانت في لائحه تانية خالص، ولكن الدفعه اللي هتتخصص بعدنا هيتخصصوا من سنه تالتة. يبقى اذا انا اتخصصت تانية انت اتخصصت تالتة، فده مش نقطه اختلاف ابدا. في كلا الحالات في اي جامعه من الجامعات انت هتبقى 3 سنين او سنتين بتدرس كل حاجه في المجال. في سنه اولى وسنه تانية بتاخد كل حاجه لها علاقه بالتخصصات الثلاثه، بحيث لما تيجي تقرر او تاخد القرار يبقى انت شميت او جربت من كل طبق حته. ساعتها تقدر تبص لنفسك وتحدد انا بعرف اعمل ايه وبحب اعمل ايه، او ايه اللي لقيتني مناسب ليه. يعني في صحافه، في اذاعه، في علاقات، بديك مدخل من كل حاجه، وانت لما تيجي تتخصص بتختار الحاجه اللي انت كنت حاببها. وخلي بالك انت ممكن تكون حابب حاجه بعد كده اما تجربها تطلع حاجه وحشه، بس تجرب حاجه تانية كنت انت كارهها فتلاقيها حلوه فتلاقي نفسك بتغير ارائك. حضرتك بتقول ايه؟ طب انا عايز اقول لك ايه من الكلام ده؟ اكيد انت عارف المعلومات دي مش جديده. اللي انا عاوز اقوله لك واللي احنا اتكلمنا عليه في الاول، انك عشان تجاوب على الاسئله اللي قلناها دي انت محتاج تعرف كل المعلومات الكافيه، او مش هنقول كل معلومات كافيه في الكليه عندك في قسم عربي. يعني ايه؟ يعني انت محتاج تعرف معلومات كافيه عن صحافه بحيث تقدر انت تحدد بالورقه والقلم اللي بيشتغل في الصحافه ده المحتوى الدراسي. طب انا ممكن اشتغل ايه من القسم ده؟ التدريب بتاعه عامل ازاي؟ طب هل في فرص تدريب بره الكليه؟ طب هل في تدريب كافي؟ طيب العملي قد النظري ولا النظري اكتر من العملي؟ ارخم من اذاعه؟ طب هل اذاعه اتقل من علاقات؟ طب هل علاقات هي اللي مستقبلها كويس، الجوده فيها اكتر والاهتمام فيها اكتر؟ طب هل بحيث انت تحدد لنفسك انت عاوز تعمل ايه، فبالتالي تشوف ده بيعمل ايه او ده فيه ايه. ساعتها بقى انت تشوف انت بتحب تعمل ايه، ومش شرط كل حاجه بتحبها تختارها. ليه؟ لان انا ممكن اكون بحب حاجه بس بعرف اعمل حاجه تانية، والحاجه اللي بعرف اعملها دي فانا ممكن ما اسيبهاش واخش الحاجه اللي انا بعرف اعملها ولقيت نفسي كويس فيها، احسن ما اجري ورا حاجه انا بحبها لمجرد ان انا بحبها. بطلت اجري ورا شغفي، لان مش كل الناس اللي بتخش الكليه بتبقى عندها او محدده هي عايزه تكون ايه. لان في ناس كتير بتخش الكليه اساسا لمجرد ان مجموعها جاب الكليه، فبالتالي مش كل الطلاب اللي انا بكلمهم دلوقتي او مش كل طالب هكلمه هيكون اساسا عنده اهداف يحددها او اولويات، وهو داخل الفيديو عشان يوصل في الاخر اعمل ايه عشان اتخصص. ده اللي انا جاي لك فيه بقى. اخر الفيديو ان شاء الله هحل لك المشكله دي. في اخر الفيديو هعرفك ازاي تعرف معلومات كافيه عن كل قسم بحيث بعدها تقدر تحدد القسم الانسب ليك. خلينا اتكلم معاك بنقطه مهمه جدا، او احكي لك قصه حصلت معايا وانا في سنه اولى في 2020 واول مره اخش الكليه، وكانت فتره كورونا بقى والموضوع كله كان جميل جدا ولطيف بصراحه. في اول يوم ليا في الكليه في مدرج واحد في اعلام القاهره، مش عارف يعني هي اول محاضره عشان ما اكذبش، اول محاضره في ماده
الصحافه تقريبا كان دكتور علم الدين. الدكتور سال سؤال، انا الموقف ده لسه معلق في دماغي لحد دلوقتي، لسه ما اتخرجتش، فاضل لي سنه واتخرج، بس الموقف ده انا عمري ما هنساه. تخيل اول يوم تحضر للدكتور ده، المعيده بتسال والدكتور قاعد، كل واحد يقول لنا مين عاوز يخش قسم ايه، فاللي عايز يخش قسم اذاعه اتفضل مثلا يرفع ايده او يقول مين، اللي عايز علاقات مين، طب اللي عايز صحافه مين. عايز اقول لك ان اتسال سؤالين في الاول اذاعه وعلاقات وكله رفع ايده، واول ما اتسال صحافه في ماده صحافه او مدخل الصحافه لدكتور علم الدين محدش رفع ايده خالص. ايه ده؟ وهنا بدأت الناس تبص لبعضها، وبدأت الدكتور نفسه او المعيدة تبص للطلاب اللي هو مش بمزاجك، فاهم؟ مش بمزاجك والله، انت ممكن تبقى مش عاوز قسم وتخشه. يعني مثلا ناس كتير جدا ما كانتش عاوزه صحافه وبتتخصص في صحافه. بس انا عاوز اوصل لك ايه من القصه دي. اولا هي ما خلصتش، لان الدكتور بعدها اتكلم في حته ان الاعلامي لازم يكون عارف كل حاجه، وان انت بتتخرج من اعلام مش بيبقى مكتوب في الشهاده خريج اذاعه وتلفزيون او خريج علاقات عامه واعلان او هكذا وهكذا، بس انت بيكون اسمك خريج كليه الاعلام بغض النظر عن الجامعه اللي انت فيها. يبقى اذا انت مطالب منك تعرف حاجه في كل حاجه، وتتخصص او تعرف حاجات كتير في حاجه واحده بس. الحاجه الواحده بس دي هي اللي انت هتختار انك تتخصص فيها. وعايز او ده بيودينا لنقطه تانية، وهي سوق العمل. عشان نتكلم عن سوق العمل انا محتاج اقول لك مش معنى انك دخلت صحافه ما تقدرش تشتغل في اذاعه، مش معنى انك ما دخلتش اذاعه يبقى انت ما عندكش القدره انك تشتغل في العلاقات العامه والاعلام، لان الاعلام مجال سايح على بعضه. وخلي بالك لان نسبه كبيره جدا، مش عايز احدد نسبه معينه انا ما قستش، بس نسبه كبيره جدا من اللي شغالين في سوق العمل الاعلامي حاليا مش بيدرسوا اعلام اساسا ولا درسوا الاعلام، لان الاعلام كماده هي بتعتمد على العمل بشكل كبير، تصوير ويعني ايه كادر احترافي او ازاي تاخد اساسيات الكادر بتاعك، والمره الجايه هطلب منك انك تصور وتيجي، وبناء على تصويرك هديك الدرجات. يبقى اذا هي الموضوع له علاقه بالعملي. يبقى انت كل ما شغلك كان احسن واشتغلت على نفسك اكتر يبقى فرصتك في الشغل تكون افضل. اذا الموضوع بيحتاج واسطه، الموضوع بيحتاج محسوبيه، بس مش في كل الحالات ومش في كل التخصصات. يعني مثلا ما تجيش تكون عايز تشتغل مقدم برامج ومعكش زقه كده او حته كده، او انت حتى مستواك ما يأهلكش بشكل احترافي انك تنافس اللي موجودين، لان انت ساعتها حطيت نفسك في زون او حته ضيقه قوي. اللي انت متقدمين البرامج ده يعني بيبقى حته صعبه بصراحه، على عكس انك تشتغل في المونتاج، على عكس انك تشتغل في حاجات كتيره. وبالنسبه لسوق العمل، عشان لو انت قلقان منه، سوق العمل دلوقتي بيعتمد بشكل اكبر او بشكل كبير جدا على الاعلام الرقمي. يعني من اللابتوب بتاعك وانت قاعد في بيتك تقدر تعمل فلوس كتيره جدا، ومش ببالغ، كتيره جدا، ومش بالجنيه المصري بتاعنا، لا ده بالاخضر. عارف الاخضر شوفوا بكام النهارده ما شاء الله؟ يعني جنيه بالدولار يا معلمين، بالدولار. خلاص الجنيه من ساعه ما قوموه ضرب الغطس ما قبش تاني. يبقى اذا انت تقدر تشتغل، اقدر اشتغل، وانت بتدرس كمان تقدر تعمل فلوس. وفي ناس كتير جدا في الكليه، ومنهم انا واحد كنت في سنه اولى او سنه ثانيه، ومن اول سنه اولى الترم الثاني معاهم. بس ده بيرجع زي ما قلت لك انك بتحدد حاجه انت عاوز تعملها، تبدا تطور نفسك فيها اكتر، بتعرف من كل حاجه حبه، بعد كده بتبدا تختار الحاجه اللي انت عاوز تعرف فيها حبه كتير او عايز تشتغل فيها، بعدها تبدا تشتغل. وزي ما قلنا الحلقه بتاعتنا النهارده مش هتتكلم عن فريلانسنج، فانا بس بديك نبذه عن سوق العمل. يبقى اذا سوق العمل فيه فرص، في فرص. اقدر اشتغل، تقدر تشتغل. طب اقدر اعمل فلوس وانا بدرس؟ تقدر تعمل فلوس وانت بتدرس. طب الكليه هتديك مساحه لده؟ الكليه هتديك مساحه لده. يبقى اذا اختيارك للقسم مش هيأثر على شغلك، اختيارك للقسم مش هيأثر انك تكون جاهل باقسام تانية او تكون ما عندكش معلومات في اقسام تانية. سواء دخلت اي قسم من الثلاثه او قسم انت مش عاوزه، ده ما يمنعش ابدا انك تقدر تشتغل وتتعلم حاجات في القسم اللي انت كنت عاوزه. طيب احنا هنا واقفين عند نقطه اخيره في الحلقه عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، وبصراحه انا جاي النهارده اساعدك لو بشكل بسيط تمهيدا لسلسله حلقات او فيديوهات لها علاقه بالتخصص. هنمسك تخصص قسم نتكلم عنه، هنتكلم عن المحتوى الدراسي بتاعه، هنتكلم عن فرص الشغل، هنتكلم عن التدريبات، هنتكلم عن نظام الدراسه، هنتكلم عن كل حاجه فيه. بس الفيديوهات دي هتنزل الفتره الجايه، فده هيخليني اقول لك لو انت لسه ما عملتش سبسكرايب او لايك على الفيسبوك بيج او فولو على الانستجرام، فانت تقدر من اللينكات اللي هتظهر لك دلوقتي انك تعمل الكلام ده كله. مش بجبرك على حاجه زي دي، بس انت لو عجبك المحتوى او مستني محتوى اكتر من ده تقدر تعمل ده دلوقتي. عاوز انبهك على حاجه تاني، وهي ان سلسله التخصص هتكون اخر مره بتكلم فيها بعد ما اخلصها عن حاجه تخص الاعلام، سواء كان الاعلام كدراسه او كشغل. طب ممكن اتكلم ازاي عن الاعلام حتى لو انت مش في الكليه او انت ما قدرتش تخش القسم بس عايز تعرف معلومات اكتر عنه؟ فالكلام ده كله هينزل على بلاتفورم خاصه كامله متكامله ليها علاقه بالاعلام الرقمي. المنصه دي اسمها ماسكوم بلاتفورم، والمنصه دي هسيب لك لينكاتها في الديسكربشن، وهسيب لك لينكاتها في اول كومنت، وكمان تقدر تدوس على الاي اللي هتظهر لك فوق،
تعمل سبسكرايب للقناه دي. يبقى الفيديوهات الجايه هتنزل فين؟ هتنزل على قناتي عادي، بس هتكون اخر مره اتكلم فيها هتكون عن التخصصات. بعد كده كل المحتوى اللي هيكون على القناه دي هيكون عن كره القدم فقط، وده لاني عاوز اكون مقدم برامج رياضيه. طولت عليك في الموضوع بس بحاول اعرفك هتلاقي محتوى يفيدك فين، سواء كورسات بقى، معلومات محتاج تعرفها عن اقسام، معلومات محتاج تعرفها عن كليه، معلومات محتاج تعرفها عن اي حاجه في الاعلام كشغل او كدراسه. ان شاء الله هتلاقيها في البلاتفورم اللي هسيبها لك ديت في اللينكات تحت او في الديسكربشن. طبعا اخر حاجه مهمه بالنسبه لي في موضوع السوشيال ميديا واللينكات دي انك تعمل فولو على الانستجرام، وهتلاقي هايلايت خاصه كامله متكامله اسمها تي في اند راديو. والهايلايت دي انا بحط فيها كل فتره ستوري ليها علاقه بالقسم والتدريب عندنا في القسم اللي انا فيه، بحيث لو انت عايز تخش اذاعه وتلفزيون تقدر تخش على الانستجرام، وقبل ما تخش على هايلايت تقدر تعمل فولو الاول، بعد كده تقدر تتفرج على الهايلايت براحتك وانطلق بقى يا معلم، اتفرج زي ما انت عاوز وشوف من اول ما عملت بقى الانترفيو ولبسنا البدل بقى ورحنا الكليه وعملنا المقابله واتقبلنا او ما اتقبلناش، وبعد كده بنخش سنه ثانيه تشوف التدريب، اول ترم بنتدرب ايه، ثاني ترم بنتدرب ايه، وهكذا. تلاقي كل الكلام ده في الهايلايت، اقعد اتفرج كده بحيث برضو تشوف الجو عامل ازاي، الجو العام بقى بشكل عام من بعيد بغض النظر عن المعلومات الدراسيه. اما المعلومات الدراسيه زي ما قلت لك هتعرفها في الفيديوهات اللي هتنزل قريب جدا ان شاء الله، في خلال اسبوع او 2 هيكون معاك 3 فيديوهات، كل فيديو بيتكلم عن كل قسم، وكل فيديو بيشرح قسم مميزاته وعيوبه زي ما قلنا. بس كده يا سيدي، الموضوع بسيط، وانا كنت جاي اعمل لك تمهيد وفي نفس الوقت اديك نصيحه. ما تختارش بعشوائيه، اتقل، حدد اهدافك واولوياتك، خليك متزن، ما تخافش حتى لو انت لقيت قرار مش مناسب للي انت كنت عاوزه، تحمد ربنا طبعا على اي حاجه هتحصل. اترفضت في الانترفيو او اتقبلت، الموضوع ملوش اي علاقه بالحاجه اللي عاوز تشتغل فيها. زي ما قلت لك ان سوق العمل مليان ناس شغاله في المجال وهي اساسا مش بتدرسه. اعرف شخص مقرب ليا معرفه شخصيه، هو بيحاول يدور على مناهج وبيحاول ان هو يطور من نفسه، وهو مش في اعلام اساسا خالص، بس هو بيشتغل في الاعلام على فكره واشتغل فعلا. يبقى الموضوع ملوش علاقه، الموضوع له علاقه بمستوى وله علاقه بواسطه ومحسوبيه شويه ما. بس لو انت هتشتغل في الاعلام التقليدي، تلفزيون، راديو، الكلام ده كله، انما لو انت هتشتغل في الاعلام الرقمي، وعلى فكره عوائد الاعلام الرقمي حاليا والفتره اللي جايه خاصه المحتوى التعليمي، عشان تكون فاهم برضو نصيحه ليك، ان هي هتكون العائد بتاعها اكبر بكتير من الفترات الاخيره. وفي مذيعين اعرفهم برضو بياخدوا مرتبات اقل من يوتيوبرز او اقل من مقدمين برامج موجودين على السوشيال ميديا. فما تفقدش الامل، والعالم كبير والناس كتير، واتمنى المهم ان يكون عندك منتج كويس تقدمه. ما تقلقش، احنا 8 مليار، هتلاقي اكيد لو على الاقل 10,000 واحد هيشتري المنتج بتاعك وهتكسب. بس كده يا عم، الموضوع سهل. هسيبك بقى تتسحر براحتك، وهروح انا عشان اجهز لك الفيديوهات اللي هتنزل الاسبوعين الجايين. اعمل سبسكرايب وشغل الجرس عشان يجيلك كل فيديو هينزل. سلام. بقول لك ايه يا عم، شيل بقى المايك ده، انا ظهري قتب اساسا وزهقت. ده يا عم يقول لك اعلام وعايزين نخش اعلام، الموضوع على فكره مش سهل. فاكرينها سهله يا عم. اقفل يا عم الفيديو ده.